في آخر تطورات قضية الموسم، خرج الدولي الجزائري غلام فوزي بتصريحات حصرية ومثيرة عبر من خلالها على عدم ندمه على إعادة الكرة إلى الحارس مليك عسلة. هذه القضية أخذت أبعادا سياسية خطيرة وأثارت جدلا واسعا. دعني أقول لك بأنني لم أندم أبدا على إعادة الكرة إلى الحارس في تلك المباراة، ولكن سأكون صريحا جدا معك. كانت هناك أفكار كثيرة تدور في رأسي في تلك اللحظة. لقد كنت ذكيا جدا، فلو أنني أخرجتها إلى التماس كنا قد تأهلنا وتعرضنا لخسارة مهينة من السنغال، وكذلك كان ماندي سيبقى لفترة أطول في الجابون، وبالتالي تفوز برشلونة بالليغا، لأن ماندي هو الذي أخرج الكرة من المرمى في المباراة التي خسرها البارسا أمام بيتيز. وإذا لم يفز ريال مدريد بالليغا فإن بيريز قد يعدل عن فكرة ضمي إلى النادي الملكي. وهنالك أسباب كثيرة أخرى. لماذا لا يلومنا عسل مثلا؟ ذلك الحارس المحلي الذي طلب مني الكرة في تلك الوضعية. لقد كان يعتقد حينها أن وهبي الخزري وبالعويدات بنفس المستوى. لا أريد من أحد أن يلومني بعد الآن، لأنني لم أفعلها من إرادتي. قبل أن أقلد سليماني في تلك اللقطة سمعت صوت الرئيس يقول لي: العب الكرة برأسك يا غلام. أظن أن هذه الأمور قد تحدث مع أي لاعب كبير في العالم، ولكن أنا أطالب الشعب الجزائري من هذا المنبر بنسيان القضية. من فضلكم لا تسألوني عن هذا بعد الآن.